عارفين لمّا الأم تقعد تزن على ابنها وتقول له إن أنت لازم تعمل صداقات، وما ينفعش إن أنت تبقى قاعد وحيد كده ولازم تعمل صداقات، وتقعد تزن لدرجة إن ابنها يدوّر على الصداقات دي، وتكون الصداقات دي سبب إنهاء حياته. خليكم معايا علشان تعرفوا الحكاية. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان انتوا تكونوا بخير. يا ريت ان انتوا ما تنسونيش في اللايك المتين. النهارده الحكاية هتاخدكم بعيد شوية، بس خلينا نجرب النوع ده من الحكايات علشان نستفيد منه في تربية ولادنا، ونعرف كويس قوي ايه اللي نقوله لولادنا وايه اللي ما نقولوش، لان ساعات كتير بنبقى عايزين مصلحته ولكن بتتقلب بطريقة تانية. ونيجي لدي جي. دي جي ده اسم ولد، اسم الدلع بتاعه. الولد ده كان ولد متدلع، مؤدب، محترم، بيحب يذاكر. كل أهله بيقول إن هو حد مثالي، شاب مثالي من الدرجة الأولى. العيب الوحيد اللي شايفينه أهله فيه إن هو ما عندوش صداقات. بيبتدوا إن هم يزنوا عليه، خصوصا الأم تبتدي إن هي تزن على ابنها إن لازم يعمل صداقات. الابن طبعا من كتر ما الأم بتبتدي إنها تقول له الكلام ده بيدور في كل مكان على الصداقات، لحد ما في واحد في المدرسة بينصحه وبيقول له إن في المجموعة دي عاملين جروب على الواتس وبيعملوا صداقات مع بعض، ممكن إن أنت تتكلم معاهم على الخاص وتشوف إذا كانوا هيقبلوا تخش معاهم ولا لأ. وفعلا بيديله رقم تليفون واحد وبيكلموا على الخاص، وبيقولوا إن هو عنده مشكلة في موضوع الصداقات ده، وعرف إن هم عندهم نفس المشكلة وإن هم لموا بعض كمجموعة مع بعضهم ودلوقتي عاملين صداقة مع بعض وتمام التمام. فعلا الولد بيقول له طب اديني فرصة ان انا اخد رأي بقية الجروب، وفعلا بياخد رأي بقية الجروب وبيقولوا له تمام دخله. الجروب ده عبارة عن 5 أشخاص. ال5 أشخاص دول ولدين و3 بنات. منهم ولد فين وفين لما يبتدي ان هو يخش ولا يتكلم ولا يقول لهم اي حاجة، وال3 بنات على طول على الجروب بيتكلموا بيقولوا كل حاجة فوق ما تتخيلوا. الولد لما دخل معاهم كان مبسوط جدا. من كتر ما هو مبسوط في بنت أعجب بيها. البنت دي لما أعجب بيها ابتدى بعد كده إن هو يقول لها إن هو معجب بيها، ولكن اللي هو ما يعرفوش إن في ولد تاني من اللي موجودين في الجروب الإكس بتاعها. هتقولوا لي يعني إيه إكس؟ أقول لكم إكس يعني هي بتحبه بس الحب من طرف واحد. الحاجة بقى اللي هي ما كانتش تعرفها إن الولد ده كمان معجب بيها، بس هو بقى عارف من بعيد إن هي معجبة بيه. فعارفين بقى نفسي فيه وإخي عليه عارفين المثل ده؟ يعني هو عارف إن هي معجبة بيه بس مش عاوز إن هو يقول لها، ولكن معجب بيها. أول بقى ما عرف إن الشخص ده اللي هو الولد التاني ابتدى إن هو يعجب بيها ويبان من كلامه على الجروب إنه معجب فيها فعلا، ابتدى إنه يكلم بنت تانية من الموجودين على الجروب ويقول لها هم على علاقة ببعض. ترد عليه وتقول له إن في كلام من الإعجاب، هو معجب بيها وإن البنت دي بتكلمها كلام جميل وقالت لها الكلمتين دول. فعارفين بقى إن إزاي يعني يجي ويحط عليا في منطقتي، إزاي يعني أنا اللي أكون عامل الكروب وأنا اللي أكون لم شلة الأصحاب دول، وبعد ما أدخلك أنت تخش تاخد البنت اللي كانت معجبة بيا وإن أنا معلقها بيا، ولكن مش قايل لها إن أنا معجب بيها. أنا سايبها كده، سايبها زي الميدالية، وقت ما عاوزها بقى باخدها، إنما محدش تاني يجي يعلق عليا ولا ياخدها. فابتدى إن هو يتكلم مع الشاب ده ويقول له إني لازم تقطع علاقتك وحتى الإعجاب تقطع علاقتك بيها. رد عليه وقال له أنت مالكش دعوة ومش المفروض إن أنت تقول لي حاجة زي كده، وأنا لما سألتها أنتوا الاتنين على علاقة ببعض قالت إن كان في إعجاب منها ولكن مفيش علاقة بينكم، طالما مفيش علاقة بينكم سيبني أجرب حظي. طبعا هو سمع الكلمتين دول من هنا وبدأ من هنا يخطط خطة شيطانية. عايزة أقول لكم إن كل الناس اللي أنا بقول عليها دي كلهم كده على بعض 18 سنة. فابتدى إن هو يخطط مع بنتين تانيين من الجروب ويقول لهم
إني لازم إن أنا أعمل فيه حاجة عمره ما ينساها، علشان هو داخل وعاوز إن هو ياخد البنت اللي أنا معجب بيها. البنات قالوا له: يعني عايز تعمل إيه؟ قال لهم: باقول لكم إيه، أنتم لازم إن أنتم تبقوا جامدين وتقفوا جنبي. قالوا له: تمام، نقف جنبك. راح عمل خطة، الخطة دي إن هو يستدرج الولد في منطقة بعيدة، وبعد ما يستدرجه بقى يعمل فيه اللي هو عاوزه. فعلا اتصل بيه وقال له: اللي فات مات، الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دول أكني ما لهمش لازمة، وخلينا في الجديد. إحنا في مكان، المكان ده على بحيرة، تعالى علشان إيه نقعد ونتكلم مع بعض. قال له: بس ده المكان ده اللوكيشن اللي انت بعتهولي بعيد قوي. قال له: لا، تعالى، وخلي بالك بقى ما تقولش لحد، لان انا يعني عامل مفاجأة. طبعا اول ما بيروح هناك بيكتشف ان البنتين التانيين موجودين، وبيكتشف ان الولد موجود، يعني الوضع طبيعي جدا، وممكن الباقيين لسه جايين في السكة والدنيا تمام. اول ما بيقعدوا مع بعض فبيبتدي بقى يكلمه بطريقة مش كويسة، ويقول له: انت فاكر نفسك ان انت دخلناك الجروب وانت هتفكر ان انت تاخد البنت اللي انا معجب بيها، واللي انا مخليها معجبة بيا، وانت جيت بوظت العلاقة اللي بينا؟ فرد عليه وقال له: واحنا مش انتهينا من الكلام ده؟ الكلام ده خلص خلاص. قال له: لا، ما خلص، انا لازم ادفعك تمن اللي انت عملته ده. لقى ان هو بيطلع من الشنطة بتاعته آلة حادة، وضربها في زوره ضربتين. وفي الحالة دي طبعا هو كان يعني زي بيفرفر. البنات فضلوا ان هم ماسكينه عشان يطعن زياده. انتوا متخيلين؟ كل ده علشان يثبتوا ان هم بنات جامده واقفين جنب صاحبكم، ما لهمش دعوه اصلا بالموضوع. وبعد كده مش يسيب الولد ويمشي، لا، تطلع من الشنطه بتاعته بنزين، ورمى بنزين وولع فيه، وسابوه ومشي. طبعا بما ان المنطقه دي كانت بعيد جدا، محدش بلغ عن الموضوع، ولا حد حتى شاف الدخان ولا شاف اي حاجه. بعد كده الولد بدأت ان هي تقلق على ابنها، فبدأت ان هي تروح للشرطه ونبلغ في الشرطه. قعدوا ان هم يتبعوا الكاميرات اللي موجوده، لقوا ان هو اخر واحد كان بيقابله هو صاحبه، فبدأوا يقولوا لأمه ان هو بقى اخر واحد كان بيعمله هو صاحبه. قالت: والله ان انا كنت عماله بزن عليه واقول له انت لازم تعمل صداقات صداقات. اخر مره كان قاعد معايا قال لي: يا امي، انا في جروب على الواتس داخل فيه مع بنات وولاد، عاملين صداقات، وبنخرج وبنتفسح وبنعمل كل اللي احنا عايزينه. اتبسطت جدا. ابتدوا ان هم يرجعوا للجروب بتاع الواتس ده، لقوا فعلا الجروب بتاع الواتس فيه 5 اشخاص. ابتدوا ان هم يعملوا تحرياتهم مع ال5 اشخاص دول. البنت اللي هو كان معجب بيها والولد التاني اللي كان بيخش الجروب من وقت للتاني، دول ما يعرفوش اي حاجة في الموضوع. اما البنتين والولد اللي هم اصلا عملوا الموضوع، بدأت الشرطة تحس ان في كلامهم تضارب في الاقوال، وفي حاجة مش طبيعية. وعلشان كده ابتدوا ان هم ياخدوا كل واحد لوحده، ويقولوا لكل واحد ان التاني اعترف عليه ان هو اللي انهى حياة الولد ده. طبعا بما ان هم يعني 18 سنة لسه صغيرين والكلام ده، ابتدى ان هم اعترفوا بكل حاجة وقالوا: احنا اللي عملنا كده في الولد. طب عملتوا كده في الولد ليه؟ عملنا علشان كذا. طب هي الجثة بتاعته فين؟ راحوا قالوا على المكان. فعلا راحوا هناك، لقوا ان الجثة كانت متفحمة، وكان يعني استحالة لحد ان هو يعرف ملامحها خالص، لحد ما ودوها للطب الشرعي وابتدوا ان هم يعملوا التحاليل، وعرفوا ان هي فعلا بتاعة الولد. شفتوا؟ مجرد ان الام ضغطت على ابنها ضغط شديد ان هو يتعرف على ناس، اتعرف على الولاد والبنات اللي هم ما يعرفوا في امريكا. ويعني يا ريت ان احنا مثلا ولادنا لما يكون في مثلا مشكله في موضوع الصداقات والكلام ده، حتى لو احنا عايزينهم ان هم يعني يصاحبوا او يبقى عندهم صداقات او كلام من ده، بس مش اي حد،
ومش مجرد إن أنا مثلًا عايزة ابني والّا بنتي يبقوا اجتماعيين إن هم يصادقوا أي حد وخلاص، لإن الأم كانت سبب في إنهاء حياة ابنها من غير ما تاخد بالها، فيا ريت ناخد بالنا من تصرفاتنا وفي كلامنا مع ولادنا، بالذات لمّا بيكون على علاقتهم بالآخرين. ويا ريت إن أنتم تخشوا تكتبوا لي في التعليقات رأيكم إيه في الموضوع ده.